بزاف ديال الجرائم كتوقع كتكون البنت كيبغيها شي واحد وهي ما كتبغيهش، كترفضو وهو شنو كيدير كينتقم، وشنو كيوقع من بعد كارثه. ومنهم قصه ديال اليوم. القصه ديال اليوم تجاوزت البشاعه بجميع اصنافها. شيماء الجميله اللي كانت حياتها ومماتها مأساة ليها وللام ديالها. اكتوبر 2020 الجزائر، واحد المحطه ديال الوقود مهجوره، كانوا دايزين شي دراري حداها وهي تبان لهم شي حاجه ماشي طبيعيه. فاش قربوا لقاو بنادم متفحم. هربوا من داك المنظر وعيطوا للبوليس اللي حضر لمسرح الجريمه، عاينها وبدا التحري والاجراءات ديالو. الجثه كانت في حاله مأساويه ومتعفنه. المحققين لقاو لاكارت ناسيونال ديال الضحيه واللي بينات لهم شكون هي، اللي هي شيماء اللي كان عندها 19 عام. شيماء عام 2016 ديكلارات للبوليس بلي تعرضت للاغتصاب، قدمت شكوى بحق المجرم، وبالرغم من التهديدات اللي وصلتها هي وامها الا انها اصرت على الشكوى باش العداله تاخذ لها حقها اللي ترزات فيه. وفعلا تم سجن المتهم ودفع التعويض لشيماء. شيماء كانت عايشه غير هي والام ديالها في الدار. واحد النهار قالت لها ماما هاني خارجه نمشي نجيب روشارج ونولي بالزربه. قالت لها امها سيري وما تعطليش، خلاتها تمشي وهي ما عرفاش باللي بنتها غترجع ليها متفحمه. شيماء تعطلات والام ديالها بدات كتخلع عليها، هزت التليفون وبدات كتصوني لعائلتها والاقارب ديالها والاصدقاء، ولكن كل شيء قال لها ما شفناهاش وما عرفناش فينا هي. وهنا بدا الخوف والقلق كيركب الام. مع 4 ديال الصباح كتقول الام كنت ناعسه وضرباتني الفيقه على واحد الحلمه خايبه. قالت حلمت باللي كنت كنصوني لبنتي في التليفون ديالها، وبدا كيصوني شي 3 ديال المرات وما جاوبتنيش. وفي المره الرابعه فاش جاوبتني وهي كتغوت مجهد، ماما انا كنموت، راهم كيقتلوني، فين راكي؟ هاد الحلمه زادت من المخاوف ديال الام وحست باللي بنتها تقدر تكون ماتت. وهذا الشيء اللي خلى خوتها وعائلتها يكتفوا من المجهودات ديالهم في التقلاب عليها، ولكن بدون نتيجه، حتى لقاو هادوك الدراري جثه متفحمه في ديك البومبا. الغريب في الامر هو ملي لقاو الجثه ديالها، واحد السيد جا عند البوليس وقال لهم باللي شيماء راه الصديقه ديالي وكنا بجوج جالسين في ديك البومبا، وفاش جانا الجوع مشيت نجيب الماكله، فاش رجعت لقيت العافيه شاعله وشيماء كتحرق. ومن بعد غير عاوتاني الاقوال ديالو وقال بلي شي دراري هما اللي حرقوها، وكان دايز وشافو. هاد الدخول والخروج في الهضره البوليس جاب لهم الشك. قلبوا في الهويه ديالو لقاو هو اللي اغتصب شيماء قبل ب4 سنين. البوليس ضغطوا عليه في التحقيقات واعترف بكل شيء. شيماء كتقول بوشناق واللي هو المجرم كان معجب ببنتي سنين هادي وحاول يخطبها ولكن رفضاته حيت مازال صغيره وكانت متعلقه بدراستها. بنتي كانت كتقرا مزيان، فاش رفضاته بدا كيضايقها، كيتعرض ليها في الطريق وكيهددها. وواحد النهار وصلت به حتى اغتصبها وهي عندها 15 عام وديكلارينا به وتم السجن ديالو ودفعوا ليه واحد التعويض. المتهم راوغ الشرطه بديك القضيه ديال هي اللي عيطات ليه باش نتشافوا وقع اللي وقع، ولكن البوليس كانوا عارفين باللي هو اللي خطفها وهددها وداها البومبا المهجوره بزز منها. وزاد اكد الطب الشرعي ان الضحيه كان عندها جرح كبير في الفخذ الايسر ديالها وتلقات ضربه قويه في راسها من اللور، وحتى العنق ديالها كان مضروب وشعرها كان منتوف. وحتى البوليس لقاو بزاف ديال الشعر قدام الجثه ديالها. ومن موراها اغتصبها ودوز عليها بجنويه من الوريد حتى الوريد وشعل فيها العافيه وهي مازال حيه. رحم الله شيماء واسكنها فسيح جناته.